ان ده الوحيد اللي في الانتخابات الرئاسية اللي لم 120,000 توكيل ليه قبل الانتخابات. ايوه بس ارتكب جريمه خلاص. لكن هو الرد بتاعه بقى اللي بيقول للقاضي ايه بقى حازم صلاح، بيقول له كويس الحكم جه في وقته. يعني كويس الحكم هيسخن يعني الناس اللي عنده. لا يا سيدي، الحكم هيتنفذ عليك لانك خالفت القانون، واي حد بعد كده، عشان احنا محاكمات يعني بتاعت مرسي دي بالذات فيها هرتله، فيها من قفص الاتهام يعني بنشوف بالعجب. بعد كده انا ادعو كل القضاة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللي كفلها القانون عشان الحفاظ على سير الجلسات. والمحكمة التي اصدرت هذا الامر الان قد يكون، وده رأيي مجرد اجتهاد، قد يكون من الأحرى أن تتنحى عن نظر القضية الأصلية نظرا لتولد خصومة الآن بينها وبين المتهم. الحكم الثاني خده وزير الرياضة بموجب أنه، وكما قال الحكم، أنه لم ينفذ حكما قضائيا. طبعا أنا عايز نخرج من الآلية دي شوية. على فكرة لما هشام أنديل حصل له كده أنا طلعت قلت هنا كده برضو، ده القاعدة على الجميع. اللي بيحصل يا إخوانا أنه في واحد مواطن من الناس بيحصل على حكم ضد الجهة معينة، ضد وزارة أو ضد هيئة، وبتبقى الإدارة القانونية داخل الهيئة دي هي المعنية بالموضوع. ممكن الوزير أصلا ما يعرفش ويتم إعلانه في الإدارة القانونية دي، وبالتالي هذه الأحكام أحيانا تستخدم. أنا طبعا لا أعرف طه أبو زيد ولا دافع عنه ولا بدافع عن أي حد، بدافع عن القاعدة نفسها. بعض هذه الأحكام تستخدم للفرقعة. ده حكم غيابي، هيروح بكرة الصبح واحد تاني هيروح عامل عليه معارضة، هيقدم ان هم نفذوا الحكم، خلصت القصة. لكن تصوير المجتمع بقى، وده دور الإعلام والله، دور إخواننا الصحفيين. وأنا نفسي نعمل مؤتمر قومي نقول فيه كده كيف يعلم المواطن المصري الخبر، كيف يصل إلينا الخبر، يصل إلينا وفقا لأهواء ولا يصل إلينا وفقا لموضوعية ولا يصل إلينا وفقا لإيه. لازم متخصص يطلع يقول له كده الموضوع ده موضوع بسيط، لم ينفذ حكم قضائي خلاص بتتوجه، يعني مش نتيجة إن مفيش حاجة اسمها إنه تعمد اللي يخالف ولا آخره، لا، هو أعلن بالحكم وفي نفس الوقت الإدارة القانونية كان المفروض تقدم وتقول لا أنا نفذت الحكم، وده دليل على تنفيذ الحكم. اللي هيحصل بكرة إنه المحامي بتاع الجهة بتاعت وزارة الرياضة هيروح يعمل معارضة على الحكم ويقدم تنفيذه للحكم زي ما هو. لكن لو تعنت بقى الوزير وقال لا طب مش منفذ الحكم يتحبس، دي ما فيهاش كلام. دول الحاجتين اللي حصلوا النهارده من الناحية القضائية. أنا بس عايز أقول إنه محاكمة الإخوان المسلمين في بعض إجراءاتها والله وأنا شاهد عين على ذلك فيها نوع من التجرؤ على القضاء لم أرى في حياتي. وبعض تحقيقات النيابة العامة وأنا آسف إني بقول كده أنه تم توجيه أقصى، أنا بحاول أنتقي عباراتي، أقصى العبارات للمحققين اللي راحوا يحققوا معاهم. فبتسموه انقلاب. ده بقى أنا رايح أجيب عضو نيابة محترم بنقله من مكانه وديه عشان يتقال له الكلام دون، وبعدين مثلا مش يتقال له بقى تلاقي الضابط قال له أنت بتقول كده ليه ولا حاجة، بيسجل في المحضر وتم توجيه كذا كذا للنيابة، وألفاظ يعني وإشارات وشيء مسيء. فأنا عارف إنها مرحلة قاسية حتى على بتوع أعضاء النيابة اللي تحملوا كل هذه المشقة. لكن في الجلسات أنا مرة تانية بطلب إن كل قاضي يلاقي فيه نوع من أنواع عدم الانضباط ينفذ القانون. هم ليه ما بيعملوش كده؟ لا في الجلسات بيعملوا كده، بس هو موضوع النيابة بقى فيه حرج الحقيقة، يعني بقى فيه نوع من التجرؤ الغير عادي من اللي بيتحقق معاه. طيب خلينا نبتدي مع بعض.